وبامر من خيرت الشهر، وده كشف عنه محمد فؤاد جد الله اللي هو كان المستشار القانوني للرئيس، قال ان خيرت الشاطر هو اللي كان اصدر هذا الامر. كويس. فانت ظهرت حركه تمرد تعيد مره اخرى لثوره 25 يناير وجهها الحقيقي. انا عايز اقول لك ان هم بواجهوا ده بايه؟ هم لقوا الشعب وفضلوا لغايه اخر لحظه ولحد النهارده على فكره هم مش راضيين يعترفوا، وهم في انتظار على راي ام ايمن لما كتبت على الفيسبوك بتقول ان حلف الاطلنطي هيجي بطياراته ويضرب الجيش المصري. كلام تهريج بتاع ست قاعده في الدوار ولا فرشه في الحاره هتقول لحلف الاطلنطي تعالى، فحلف الاطلنطي هيسمع كلام ام ايمن. انا بس عايزه انوه انه الصور اللي احنا بنتابعها معكم الان هي ضبطيه سلاح، ودي بعض المشاهد منها وردتنا من وزاره الداخليه. هيحصل كل يوم على فكره، ان كنا على فكره سلاح. بمناسبه الصوره والمشهد ده، اذا كنا بنقول ان قدرات تنظيم جماعه الاخوان انتهت في فكره الحشد او ضعفت للغايه، فهم قدرتهم على الارهاب ما زالت موجوده، مش الجماعه شخصيا، يعني الجماعه ومن يرعوهم، لان هم فعلا الغطاء او الحاضن الاساسي لكل جماعات العنف بما فيها الناس اللي شغاله في سينا دلوقتي، وده باعتراف مباشر من البلتاجي سمعناه عشرات المرات. لكن انا عايز اقول لك الاهتمام الغربي هنرجع تاني مش هينتهي بمصر، لكن هي القضيه ايه؟ ان الغرب دلوقتي عليه ان يعي الحقيقه اللي احنا برضه لازم حكومتنا تبقى واعيه، والناس اللي في السلطه في مصر يكونوا واعيين لها. في معامل جديد دخل في اللعبه تماما اسمه الشعب المصري. كويس. على اوباما والولايات المتحده انها تعرف والعالم الغربي انهم دلوقتي فكره ان في راجل قاعد في القصر الجمهوري وان هيبعتوا له مبعوث وهيقعدوا يعملوا اتفاقيات في غرف مغلقه لا نسمع عنها لكن نشوف اثرها، دي مسألة انتهت. احنا شفنا تصريح من كام يوم يعني وزير الخارجية الامريكي الاسبق كولين باول وهو بيقول انه ما يقدروش، انه ما فيش قدرة للتأثير على الوضع لمجرد انهم الولايات المتحدة، يعني انه طبعا لا بقى في عامل جديد، لا كان في قبل كده، لكن دلوقتي في عامل جديد، في حاجة اسمها الشعب المصري، وفي وسائل اعلام بتكشف كل شيء، وما بقى لم يصبح هناك شيء سر. لكن انا عايز اقول برضو لحكومتنا انها لازم تعرف ان الشعب المصري اللي هو واقف ظهير لها في مواجهه الارهاب السياسي الغربي اللي بتمارسه الولايات المتحده